هلا متابعين، شلونكم؟ جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة وراحة البال. اليوم سويت لكم أكلة طيبة واقتصادية بطريقة سهلة وبسيطة كلش وبمقادير مضبوطة 100%. بعد ما تحيرين بالمقادير. تمن برياني. كلش هاي الأكلة الطيبة والكبار والصغار يحبوها، وحتى خاصة من نروح سفرات زيارات المكان ناخذ هاي الأكلة ويانا. هسه يا بنات، قبل لا نبدي بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واريد من دياناتكم الحلوة لايكات حلوة وتعليقات حلوة حتى يصعد مستوى القناة. هسه يا بنات، هنا عندي المقادير قدامكم. عندي هنا 3 قلاصات تمن حصة عندي منقعته قبل نص ساعة. وعندي هنا كيسين من الخضار، بوتيتا وبازاليا وجزر. زين، استعملت كيسين. شوفوا يا بنات، هاي الطريقة طبعا، او قصدي هاي النوعية احسن، لان تجيبين تقطعين وتقشرين وتسوين وتحمسين صعبة. زين حبيباتي، وهنا جبت تقريبا اقل من نص كيلو صدر دجاج، كنت قطعته ناعم، قصدي قطعته حتى اسوي شيش طاووق، بس بعد هذا برياني وما عندي دجاج غيره بالبيت، سويت لهم اياه برياني ومتبلته ومكملته وبهرته. زين حبيباتي، وهنا عندي كان عندي كاسة ونص شعرية مقابل 3 كاسات تمن حصى. وهنا كشمش ولوز للتزيين. وهنا عندي بصلاية مقطعتها ناعم. وهاي البهارات اللي عندي: ملح، كركم، كمون، كاري، بهارات برياني، وشوية عندي من الفلفل الأسود، وعندي شوية تتبيلة مال مشاوي حامضة كلش، ونوم بصرة مطحون كلش لأني بهارات البرياني. زين حبيباتي، واكتبها إن شاء الله بصندوق الوصف. هسه يا بنات نروح على الخطوات. أول شي أجيب جدرية أخلي بيها تقريبا خشبتين 3 دهن حر أنا استعملت، وأحمس صدر الدجاج. يا بنات كلهن أسويهن بجدرية واحدة حتى لا أكوم هواي مواعين. بعد ما ينحمس صدر الدجاج يا بنات طلعه، وأنا أصلا قلت لكم متبلته، فما ما خليت عليه أي تتبيلة. وجبت هنا البصلاية اللي قطعتها ناعم، أحمسها ولحد ما يشقر لونها. يلا أضيف البهارات. يا بنات عندي هنا البهارات، نص البهارات شوفوا راح أخبطهم اللي هسه حكيت عنها، نصها أخبطها، نصها راح أضيفها على البصل، لأن راح هنا أحمس الخضار ويا البصل. زين حبيباتي، والنص الآخر أخليها للشعرية. هسه يا بنات لازم تحمسون البهارات، لأن كلش ريحتها تطلع طيبة بالحمس. بعد ما حمستها يا بنات جبت الخضار، أحمس الخضار ويا باقي المكونات، والريحة قامت تعود كلش طيبة الريحة، وعبالك شورجة ببيتنا كلش ريحة البهارات طيبة، لأن أنا أجيبها طيبة من الشورجة. زين حبيباتي، أظل أحمس بالخضار، وبعدين أخليها على البخار تطرى، يعني شي تذبل على البخار. هسه أخبقها يا بنات وأخليها على صفحة بين ما تتهدر على راحتها. هسه أنا جبت يا بنات جدرية لوخ بس على مود الشعرية، أحمسها همين تقريبا بخاشوقتين أو خاشوقة كبيرة دهن حر. أحمس الشعرية وتوصل للون الذهبي هيك الجوزي فاتح، وبعدين أضيف فوقها التمن. لا توخرون من الشعرية يا بنات، لأن الشعرية تحترق بساعة. جبت باقي البهارات اللي ضفت نصها على الخضار، نص اللاخ جبتها أضفتها على الشعرية، هم لازم ريحتها تطلع بالحمس. يلا أضيف التمن. بس هنا يا بنات ضفت شيلة شكر، وما طلعت بال بالفيديو، لأن لازم الشكر ويا الشعرية على مود البريان يطلع طيب. هنا قلبت التمن ويا الشعرية بنات. جبت هنا مي تقريبا مي نص سنتيمتر فوق التمن، لأن أنا منقعة التمن، والتمن مالت الحصة يعجن إذا نقعتيه زايد، إذا ضفتي له مي زايد. شوفوا هالمقدار هذا المي. زين يا بنات، لأن أنا منقعته نص ساعة شنت، وإذا أنت منقعته أقل لا أضيفي تقريبا سنتيمتر فوق المي. جبت الخضار يا بنات بعد ما انحمست وذبلت، جبتها ضفتها على الشعرية والتمن. زين حبيبات، هم ما أضيف ماي، أبقيها هيك وأقبقها لحد ما تشرب الماء كلها. زين حبيباتي يا بنات، إذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي أقدمها. يعني إذا أنت تشتركين بالقناة لازم تدوسين على كلمة الكل حتى كل ما أنزل فيديو يوصلك إشعار. زين حبيباتي، هنا يا بنات حمست اللوز وبعدين الكشمش. والكشمش شوفوا الحباية مالتها تنتفخ، يلا أوخرها ولا توخري منها لأن تحترق. إذا احترقت الحباية مالتي يعني كشمشها احترقت راح يصير مرارة بالأكل. رجعت على التمن يا بنات، وشل المي
هسه أقل يعني أخليه تقريبا يجي في دقيقتين 3. زين حبيباتي، وهمين أظل أقلبه باعو بعد ما شفت الحباية واقفة يعني مرت لها قبضتها. هسه يا بنات أجيب صدر الدجاج أضيف فوق التمن، وبعدين أقلبها كل المكونات على مود يعني يتلابسن سوا ياخذون من طعم بعض. زين حبيباتي، وين صار الدجاج؟ قطع الدجاج. زين حبيباتي، طبعا انا كنت مرخصة الصوت على هذا الفيديو بس كان كلش طويل يا بنات. سويت مونتاج من جديد يا بنات. قبل لا اخلي قطع الدجاج شوفوا خليت التشيس مالت نسيت اقول لكم، خليت تشيس، شفت الحبايه واقفه خليت كيس نايلون فوق التمن حتى من فوق التمن حتى من البخار التمن يتهدر 10 دقائق ضبط ويتهدر. شوفوا يا بنات يتهدر هسه حسب الطباخ مالك، يعني طباخي زين فتهدر 10 دقائق، اذا انت طباخك يعني نارها مو قويه هوايه نارها زي ربع يعني ربع ساعه خليه. هسه جبت قطع الدجاج يا بنات اضيفها فوق التمن او الخليط كله يعني، وبعدين اضوي الله الله على هالطعم والريحه ملت البيت. زين حبيباتي، هسه اقلبن كلن على مود يتجانسن سوا يشربون من طعم بعض. زين حبيباتي، هسه شوفوا يا بنات هاي تمن حصة ترى والله. اذا عندك تمن بسمتي او ما تعرفين تطبخين تمن العنبر، تمن الحصة باو على هاي الطريقة يا بنات، ويصير عندك نثري. شوفوا حباية حباية واصلا ما يبين الخطار من ياكله، ما يبين هذا تمن حصة. زين حبيباتي، هسه يا بنات اذا اللي تمر صدفة على قناتي وما مشاركة بالقناة يخلي تشترك بالقناة وتشارك الفيديو ويا الاهل والحبايب والاصدقاء على مود تعمل فائدة على الكل. كل ما يعني يصير يعني تشاركين الفيديو اكثر من عدد يا بنات يصعد مستوى القناة ويقترح الفيديو باليوتيوب واكثر من عدد يشوفون الفيديوهات ويستفادون من عندها يا بنات. هسه بعد ما كملت هاي هي وخلصت راح يعني تهدرت. هسه راح اصب لنفسي لان الريحه كلش شوقتني حتى اكل، كلش يعني منظرها شهي وطعمها شهي. زين حبيباتي، شوفوا شكلها عينا لوحه فنيه وتحبين هسه انتي عجبك تاكليها من الشاشه. زين حبيباتي، بعد ما شفت المقادير مضبوطه 100% الملح والبهارات والسكر معتدل يعني عادل البهارات ويا الملح. زين حبيباتي، والطعم كلش صار طيب ورهيب. هسه راح نصب وتشوفون الصفرة يا بنات وتنطوني حكمكم، تنطوني رأيكم يا بنات. زين حكموا شوفوا ايش قد من 100 تنطوني لهاي الأكلة. زين حبيباتي يا بنات، هسه يا بنات سهلين وسهلكم العافية، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وأي أكلة تردوها وتحبوها تردون تسووها بس كتبوا منوعات المرأة العراقية الأصيلة، كتبوا بصف الأكلة اللي تعجبكم تطلع لك. وإذا أنا ما منزلة هاي الأكلة قولوا لي بالتعليقات حتى أنزل لكم الأكلة أو أي حلويات أو أي معجنات تردون بصدر رحب أنزل لكم. إلى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم.